صباح الأنس والانشراح. إن شاء الله صباحك هيكون نادي محسوبك وفي الخدمة على طول. صباح الفل. ادينا فطيرة. صباح القشطة. صباح الفل. خمستاشر مايو ودينا كوباية عم خلينا نحل. 1964 يوم رائع وعظيم عند كل الرجال والنساء والأطفال في أسوان. اليوم بعد سنتين كاملتين من العمل الشاق والضنا والمعاناة تحت لهب الشمس، حيث الإنسان والطبيعة يتقابلان وجها لوجه في صراع الإرادة والبقاء. اليوم يقفل أخيرا المجرى القديم للنيل، ولتعلن الانفجارات المدوية افتتاح مجرى جديد للنهر إيذانا بمشرق عهد آخر، هو عهد القوى الكهربائية وعهد الصناعة والزراعة الموجه. إنه يوم مشحون ومفعم ومتوتر حقا عند كل الذين تتوافرت قواهم ليخلقوا معجزة العصر. اسمك ايه؟ يحيى. يحيى ايه؟ يحيى بس مش مهم. انا الصحافة. عندي سؤالين عن السد العالي هسألهم لك حالا. الله، اسمع بس. يحيى تعال هنا. يا نور النبي، حلاوتك يا ريس فهمي. ايه ده عليا مش قادر اشوف حلاوتك وانت مظهر كده. اسمع يا يحيى. نعم. روح شوف المراكب عند المجرى القديم، خد بالك منها كويس، المية هتشتد سرعتها، لا تكسرها وتجرفها معاها. حالا يلا وين حالا. والله ابعد اقدر عني يا اشهرك، اخي. والله العظيم اقدر اشهرك. عندك يا ريس، خدني معاك المجرى القديم وحياتك. يا براق يا اخي بدل ما تستحمى خد بالك من القوارب، الميه هتعلى والطيار هيشتد، خد بالك من القوارب يا ولد. يا ولد حاضر يا بيه، يا باشا، يا امير، يا سلطان، يا بتنجان. وصرح نيكولاي العامل الشاب من لينينجراد وسأله زميله فاسيلي: سرحت في ايه؟ المية شكلها مغري. بالراحة هناك. قفلوه خلاص؟ اه بقى عشان اكون اخر واحد بيقوم في النيل القديم. براء اهو شايف. Смотрю за всем. Да все нормально, полный порядок. Тихо, собрались. هذا براء ده موت. موت؟ وريني كده فين الموت. Не выйдет мальчик. حاسب تغرق يا براء. والله اذا نفد من الدبش للطيار يغرقه. وخلال الصراع مع تيار النيل الغاضب عاد براق ونيكولاي على أمواج الزمن إلى الماضي. لينينجراد، النوبة، لينينجراد، حيث كان كل منهما طفلا ذات يوم، وإذا كل واحد منهما يسمع نداءات من بعيد، واختلطت أصوات الأمهات واختلطت الأسماء، أحدها من لينينجراد نيكولاي، والآخر من النوبة براق، كما اختلطت مصائر روحين يمكن أن نعتبرهما إنسانا واحدا. براق نيكولاي هاي قنافير خبيني، هاي قنافير خبيني. انت فين يا ولد؟ طيب انت هربان من المدرسة، انا لازم اوريلك النهارده. براء انا جبت لك الجواب اللي انت مستنيه.
هو بتاع السد العالي. ها، اخبار كويسه؟ كتر الف خيرك. يعني اللي فيه البشرة. حس كده مش هدي لك الجواب الا زدتني الحلاوه. وانا معايا حاجه دلوقتي. يلا بينا عبد الله. والبهايم يا ولا يقطع البهايم على Эй, красавица! انت اللي فوق. От самой его ابويا فين؟ застрелили. Откуда же мне знать, где ваш أبوك؟ папа? Во-первых, мне مش عرفني انا ابوك فين ولا ابوك мин ولا انت مين علشان اعرف ابوك فين. Какой у вас спокойный характер. ياه، باين عليك من النوع العصبي. Просто я очень занята. لا، من النوع اللي مش فاضي. Саша, иди-ка. Что? Ты знаешь, мне не нравится чистота опорной поверхности. Под регулирующее кольцо? Да. Так мы доведем, честное слово, на слесарном участке. Когда? Варя. Нет, После Саш, как не станочной годится, обработки. это надо было сделать уже давно. Ну, Варя. Нет. ابويا يا حضرة يبقى الريس في القسم هنا. غريبة، Между прочим, حضرته هو الريس بتاع القسم هنا. ده ابنك؟ ваш сын? رافض الاعتراف دي. دي مين دي؟ Что за пылкое создание? قسم الاختبارات، جديدة وش حلو قوام جميل، مخ زي الحجر، مجهولة الإقامة، التليفون سري، الاتصال مقطوع. Это бесполезный вариант. ما تحاولش يا نيكولاي، والدك اترقى من هنا، ما عرفتش؟ Меня в управление. أنا يا دوبك واصل من براتسك. А я только что из Братска, а теперь в Асуан. ناس كتير بتتعور وتندفن تحت الحجار، ما بالك شغلانة السد دي؟ احنا لا عايزين شهادات ولا عايزين شغل في السد. طب اشتغل ايه يعني؟ ولا اروح مصر اتمرمط؟ قومي حضر الزوادة البراق، براق رايح، براق يتعب ولا يتهنشي. قومي. اول نسمة يوم ما اتولدنا كان من النيل. هنشم ايه دلوقتي؟ الجدول في كومومبو هيكون في ترعة واسعة وهيكون في وحدة صحية في كل قرية. هيكون في ترع، هيكون في بيوت جديدة، هيكون في أراضي واسعة، هيكون في وحدة صحية. كله ها وحدة صحية نعمل بيها ايه؟ أنا عمري 92 سنة ما روحتش للدكتور ولا مرة واحدة. أما عثمان لما جاله مغص مات والدكتور لسه بيجد في وسط النيل. اسكت يا ولد. اما عثمان مات عشان ربنا عاوز يموته، وهنعمل ايه في عم عثمان والميتين بتوعنا؟ نسيبهم يغرقوا؟ براق لا يمكن يروح يساعدهم يغرقونا. بس يا عمي ده مكتوب له في الجواب انهم خلاص عينوه في السد ومش معقول ما يروحش. ازاي ودي عندي الميه اللي تغرق بلد ابوه وجده؟ انا هروح بنفسي للريس. على كل حال انا لسه ما رحتش اسوان يا جدي. ده جواب بيقول لي تعالى وممكن ما اروحش. ازاي ما تروحش يا ولد؟ انت قررت شيء لابد انك تنفذه، واذا عزمت فتوكل. يمكن الشغل في السد العالي يخليك تندم على اهمالك في الدراسه. تجرسيها ليه؟ هو عارف. انا وعدت اديله الحلاوه عشان جواب السد. شايفين بشرى كمان تديله عليها حلاوه؟ اديله حاجه يا ابوي. ايه دي؟ كويس. لا كويس. هات حاجة كمان. كويس. مش هترجع الطاقية إلا إذا رضيته. اديله اللي هو طالبه زي عادتنا. ده مكار جدع. خد يا براق، هات جيت ابوك. شفتوا وشهم لما وصل جواب السد؟ خير خالص للأبد. أسوان دي فيها ناس كتير؟ طبعا ده السد وحده فيه 36,000. في بنات كمان؟ اسمه واسمك هيعيشوا أكتر من آثار الفراعنة. فاتور تعالي شوفي. براق فاتور.
за мной. На сколько же танцев вы меня пригласили? На все. Пиво. Варенька! Варя. Варя. عارفة اخترعوا لك اسم جميل. هما ما اخترعوش اسمي ولا حاجة. في عيلتنا كل الستات اسمهم فاريا. أمي وجدتي وأم جدتي وجدة أمي. وعندنا نفس الحكاية بالظبط. كلنا نيكولاي. وأبويا نيكولاي وجدتي وعمي. ده حتى في خالة اسمها نيكولاي. صدقيني. على قناة لينينجراد. عارفة الدنيا بتمطر ليه؟ ليه؟ علشان السما نفسها تلمسك. ايه العظمة دي؟ وايه كمان؟ شعرك اسود كالحزن. عيناك عميقتان كأعماق المأساة. فلماذا أشعر بالسعادة وأنا أسير معك؟ صحيح؟ من تأليفك ده كله؟ وليه لأ؟ لأن ده أسلوب شرقي خالص. طبعا لازم كده. النهاردة مزاجي شرقي لأن بكرة مسافر مصر. مصر؟ إزاي؟ ليه؟ مصر، أسوان. وليه؟ عشان الشغل؟ أيوة، لمدة 3 سنين. خلاص مضيت العقد وجواز السفر بالتأشيرة في جيبي. ثلاث سنين؟ ياه. ليه؟ جايز يكون بنشوف بعض لآخر مرة. كولا. وقالت أم نيكولاي: نيكولاي اتأخرت والشنطة مش جاهزة، مش عارفة هتلحق ولا لأ. Чемодан надо собирать в стиле модерн. Это ровно 1 минута, ну? Ой, боже мой, Коля, ведь все помнется. Мама, утюги в Египте. يا ماما هدي أعصابك، مصر فيها مكوى. Зачем это я, Коленька, все гладила-то? Зачем тебя я, милый мой, узнал? Ну вот и все, мамочка. Ну иди же, Коля! Иду. Ну, Коля, давай! Нет, товарищ, я серьезно, ну никак не мог. Вызвали в комитет, потом в управление, потом в это... Парк культуры? Какой-то отдел, инструктаж, наставление... Если надо, значит надо. За границу едешь не куда-нибудь. Рюмку, Николаю! Давайте по-хорошему, друзья, дальней дорогой пусть легким окажется путь. Давай, Николай, потихонечку трогай и песню в пути не забудь. Присядем, друзья, перед дальней дорогой пусть легким окажется путь. Сувенирчик не забудь. Давай, Николай, потихонечку трогай и песню в пути не забудь.
أسوان بعد يومين بالليل. أول ما توصل تروح على اللوكاندا طوالي، تدفع اللازم وتقضي الليلة، لا تروح هنا ولا هنا. الصبح تتوكل على شغلك، ما تختلطش بحد من الأهالي. حاضر. ولو الحال عجبك تبات عند حد يا براد ابعت لنا عشان نقعد نعجب بالسن. اكتب لنا جوابات. بنت خالتك مستنياك، انت راجل ولازم تحترم كلمتك، خد بالك من نفسك. خالتك دي هيبه موصياني. خد دول هيكفوك لغايه ما تقبض. بس مع السلامه يا ابني، خد بالك من نفسك. مع السلامه. فضل حضرتك مفيش لوكاندا قريبه؟ لوكاندا ايه هنا يا ابني؟ يعني مفيش لوكاندات خالص؟ في الكاتاراكت والنيو كاتاراكت الليله ب7 و10 جنيه. فيك من يدفع؟ ما تزعلش، انت باين عليك غريب وانا في خدمه الغريب. ايدك على 1.5 جنيه وانا هنامك نومه اخر انسجام يا عم. سرير لوكس وعليه ورده. موافق؟ يلا بينا، بس حاسب على السلمه التالتة وانت طالع احسن دي نعمت قوي. يا نعمت ما تدبش في الحيطان لا تقلق الجيران. بس الشطاره بقى انك تصحى قبل الفجر وتنزل قبل الرجل ما تدب في الشارع. ربنا امر بالستر يا ابني. الجدعان بقى. بخ تصبح على خير يا كتكوت امك. أنا آخر واحد مر في المجرى ده. Там нас было 2. Теперь мы попали в историю. Ищи меня на 2-м генераторе. Спросишь Николая, любой скажет. Николай,
بركة. وبهذه الأحمال الأخيرة من الصخور يودع النهر مستقره لآخر مرة، ولكن مياهه ستغمر إلى ما وراء السد بأميال عديدة كل الأرض لبلاد النوبة، حيث يقف من تخلف من سكانها ينظرون في حنين وهم متشبثون بأرضهم التاريخية. بيركبوا العربية. يلا. Первый в истории момент, когда Нил перекрыт полностью. تعال نحاول من النفق بتاعنا. Пошли. Оставим для потомков. للذكرى. О чем ты думаешь? سرحت في إيه ساعة؟ Той ночью с في الليلة الرهيبة. لم يكن الفيضان أبدا بهذا العمر، ولم تهدد الأرض الزراعية بمثل هذا الخطر منذ أجيال. وهكذا أخذ سعد يفكر بكل ما عرفته مصريته من معاناة، وبكل ما كابده وهو يحلم بطعام لكل فم. طالع. اسبقونا شوية. أنت تعبان؟ عندي فكرة. إذا المياه ارتفعت زيادة النفق ده هيبقى مصرف، وأراضي زيادة ورا السد هتغرق. أنت хочу моя стоп؟ إزاي؟ نفجر، نسد مخرج النفق. Нет, тут будет стоп моя. لسه شايف رملة فوق الصخر. رملة. Хорошо. تعال. في دانيل إكسبرت. نجيبه ساعة. ثانية. بلاتونوف. Небывалый разлив Нила. Крупнейшее наводнение за последние 50 лет. 50 крупнейшие со времен потопа всемирного. بالمنسوب ده الميه هتكون فوق السد بعد ساعتين. وفي المكان ده بالذات. Андрей Макарович, там трое сумасшедших собираются устроить взрыв в тоннеле. А он затоплен по пояс. Я им говорю, нельзя, а они посылают меня. Куда? Сами знаете куда. А вы их пошлите. بسرعة شوية يا جماعة بالكابل قبل ما حد يجي. Что у вас здесь происходит? Вот арабский коллега предложил толково одним взрывом двух зайцев. И галерею перекрыть, и дать воде дополнительный сток. А вы что думаете? А я хочу им помочь. Крупный специалист по направленным взрывам. Вот. Да мы в Союзе не такие взрывы устраивали. У нас все готово, осталось только подключить и нажать. Самодеятельностью, мужики, будете заниматься в свободное от работы время. Запрещаю. أي شبر من أراضي الأهالي يستاهل إنقاذه. С ума сошли, мужики. Просите меня об этом. Нет уж, если не дождались, все, халас. Где у вас тут заложено? Вот так. Ничего себе. Пришли бы по-доброму, так и быть разрешил бы. А раз своевольничаете, нет, запрещаю. Обрежьте провода и марш. Да не подорвитесь нечаянно. Таля, тихо, спокойно, без паники. Что это? А, теперь это ни к чему. Кажется, встала вода. Ну-ка, сейчас взглянем. Фахми! Раис Фахми! نعمين يا سيدي الكل. Вы утверждали, что вода будет подниматься целый день. أنت قلت إن الماء فاضت. أنا قلت صحيح لكن ما أكدتش. Он говорил, но не утверждал. Смотри, кончилось. Встала вода. Очень хорошо. Халас. اسم اسم سعد.
انت كويس كتير. مش احسن منك. انت كويس كتير. друзья؟ друзья. سلام. وانت اسمك ايه؟ علي. علي. Извини. Зойка, сумасшедшая, ты чего приехала? Али, я... Моя жена Зойка, тоже гидростроитель. Сейчас будет требовать полный отчет со всеми цифрами. Послушай, я приехал на машине. Пойдемте с нами в такси. Аулетанов. What are you going to do? I don't know what you are going to do, but I am going to bed. Wait for me. For 48 hours, at least. Яла, Махмуд, яла. أليك كلمت بلاتونوف على إنه يديني شغل وهو ده وقته يا زويا. Ой, просто с ног валюсь от усталости. Тяжело. Вот теперь под старость будет что вспомнить. النهارده يومه بقى يا عم. الصحافة تدوروا وتقف زي الناس، اقف زي الناس تقوم. خدني جنبك رئيس فهمي وحياتك. حلوا عني بقى، يلا اهدى. يا دي الفضيحة مفيش مكان نتفرج منه إلا في إكسبريس ده مقلب. مش شايفة حاجة خالص من هنا. بطلوا قر بقى، هتضيعوا الانفجار. والحيطة اللي قدامي ده وعدتيني يا طنط نكون جنب الريس. كيموا اديني حتى مش شايفاه. بصوا باقي ثواني على الانفجار. ازاي تبصي لواحد زي ده؟ وازاي يجرأ هو ويبص لك؟ يا ماما يعني هو عمل ايه اكتر من انه بصلي؟ فيها حاجه دي؟ انت ناسي انك بنت اكبر واحد هنا في سن. هبله. حاضر يا ماما، هسمع كلامك. ادي التفجير حسن، والميه زي ما هي. فين الميه اللي هتغرق بلاد النوبه؟ بس قطعنا النخل بلاش. ونوبة 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 السلام ونوبة ارجعوا، مفيش حاجه تغرق بلاد النوبه. انتوا لسه بتصدقوا الحكومه؟ مصر ليها 1000 سنه والنوبه عمرها 5000 سنه. 5000 سنه لا يمكن تغرق. فاتو هرسمي كده برضه يا بلاد النوبه. يا خساره يا خساره. روحوا مطرح ما تروحوا، انا مش منقول من جنب عم عثمان وعدام اجدادنا. ونوبة السلام
يا ريتني مت ولا شفت يوم زي ده. بلاش كده يا زوي. ايه التقاليد دي اللي تخلي الست ما تشتغلش؟ تقاليد بدائية. في بنات وستات بتشتغل دلوقتي اكتر من الرجاله. هي الفكره ان كفايه واحد من كل اسره يكون له دخل مضمون. كل اسره لازم يكون لها دخل ثابت على الاقل من فرد واحد. لا يا مدام. كم هو يسير على ألك الآن أن يوافق سعد على ألا تعمل المرأة، وما أسهل ما أن وافق على أن أظل في البيت شيئا مهملا بلا عمل. ما أبعد ما يختلف هذا كله عن إلحاحه الغريب علي منذ 6 أشهر عندما كنت في موسكو. هذا الإلحاح الذي أقنعني بأن أترك عملا هاما في بلادي لأجد خيرا منه في أسوان. ما أنت عارف يا حبيبي إني بقالي 2 سنين بستنى المشروع ده، ودلوقتي رشحوني فعلا وهبتدي اشتغل من الشهر اللي جاي. سيبيه يسافر أسوان لوحده وخليك انت معانا. وعلى السلم الكهربائي في محطة المترو فالوديا اتريق. لكن إذا مشيت أنا يا حبيب قلبي هتتعطل المشاريع الكهربائية في الاتحاد السوفيتي كله. أرجوك كفاية فالوديا، الحكاية مش هزار. أنا مش فاهم ازاي تسيبيه يسافر لوحده. ويا صاحبة زويا بتقول ازاي تسيبيه لوحده في وسط المصريات بعيونهم اللي كلها سحر. أنا لو مطرحك رجلي على رجله. والد زويا نظر المحطة. اتصالاتكم كلها بالتلغرافات، مش تقتصدوا شوية؟ ايش عرفني انا؟ ايه الحياة العجيبة بتاعتكم دي؟ لما يكون هو في سيبيريا حضرتك بتكوني في мashariع الفولجا، ولما هو يروح مشاريع الفولجا تبقي انت في اخر الدنيا. Зоенька, выбирай, что тебе ближе, что дороже. Не маленькая. Пожалуй, я останусь. У меня интересный проект, надо его кончить. Смотри сама. اسألي والدتك بقى. Я останусь. Пойдемте. Зоенька! زويا ابعتي لنا جواب أول ما توصلي أسوان. Заходи. اسمك ايه؟ Меня тетя Зоя. Зоя, понимаешь, какая штука? Я был в этой... Занят очень важным برضه делом. متأخر تاني قالك. Это всегда очень важно. أنا عارفة لازم كان في حاجات Я в مهمة. это искренне верю. Но мне также искренне надоело ждать тебя. Я всегда одна. Зоенька, ايه ده كله يا زويا؟ انت بتدلعيني قوي. А кого же мне еще وليا مين غيرك ادلعه؟ ها مستعدة للمغامرة العظيمة في أسوان؟ ولم تكن المغامرة العظيمة إلا الانتظار والتريكو. التريكو والانتظار. ثم اكتشاف أن أليك يعيش حياة غنية مليئة بالمغامرة العظيمة أحيانا. ليتني استطعت أن أشترك فيها. Такси! Наташа, останови такси! Он сказал, что срочная работа и до утра задержится. И нечего волноваться. Да-да, нечего волноваться. Как же нечего волноваться, когда воет сирена? Зои, я с тобой. حاسب هنا ممنوع. صف عنزل يا ابو هدي يا باشمهندس سالم. ممنوع. Вась! Емеля Гнарвик! Ты что, не видишь, какой разлив? Небывалое наводнение. Если вода пойдет перекатом через плотину, зальет галереи, затопит Ой, Данилушка, там работает. احسن منظر شفته في حياتي. يمكن انتوا متعودين عليه، لكن بالنسبه لي اول مره. بابا ايوه يا بنتي. خد ماما معاك بأي شكل. يا بنتي شايفاني مشغول قد ايه؟ انا كنت عايزك انت اللي تاخدي العربيه. اخد العربية، بس انت كمان خد ماما معاك وقعدها جنب مرات اي واحد مهم عشان تبقى مبسوطة. حاضر. تعالي. في ايه؟ هقول لك حاجه مهمه جدا بس تعالي. قربي.
هعرفك بمرات واحد مهم جدا، مسز حيبلوف. طيب اتفضلي. مع السلامة. هلو، اطلع يا ولد. كل هذه الاحتفالات والتحيات، والآن بعد 2 من العمل الشاق وفي لحظة الراحة التي تعقب النجاح، فضل كبير الخبراء بلاتونوف أن يكون وحيدا بعيدا عن الزحام، كأنه يتقرب إلى النيل وهو يتدفق جليلا هادئا في مجراه الجديد الذي شقه له بلاتونوف خلال 2 ومنحه عصارة فكره وكل ما يملك من عرق وجهد. Мой дедушка бывало говорил, одно дело лыка драть, а другое дело лапти плесть. Лыка мы уже надрали, теперь надо плесть. Переводи. Шагара? Ты помысли переводи, а не слова. Сейчас. Закроет меня. Шукрам. Вспомнил о дедушке. Мысли соединяют людей, а слова разъединяют. اتفضل. الله الله كده كويس؟ انا مش قلت لك تاخد بالك من القوارب؟ اهو احسن قارب ضاع، والله لا اخصمه من مرتبك ان شاء الله تقعد تدفع فيه 20 سنه. فاهم ولا مش فاهم؟ يا ريس فاهم. يا فندم ايه الدوشه اللي انت عاملها عندك دي؟ تعال احكي لي ايه الحكايه؟ لا مؤاخذه يا فندم، الجحش ده عمل عامله زي وشه. اتفضلوا انتوا ما تعطلوش نفسكم، دي بسيطه تحلها بنفس. ما تستاهلش الناس اجانب زيكم وسياده الكبراء الروس يضيعوا وقتهم فيها. بيقول له ايه؟ بيزعق له. فهمت دي لوحدك. مركب راح من الولد وبعدين بس كده، اصلهم بيتكلموا بالنوبي صعب شويه. لا جدع. معلش يا ريس فاهم. النهارده الناس كلها مبسوطه ومشروع طاير من الفرح، لكن اللي ضيعني احسن في البلاد كلها مهندس خطير لوح واقف زي الطور. وإذ شعر بلاتونوف بضيق براق زحفت عليه الذكريات، فمنذ نصف قرن وضعته الظروف في مثل هذا الموقف تماما هناك على ضفاف الفولجا عندما ضيع قاربه أيضا. كان طفلا صغيرا إذ ذاك. Андрей, сукин ты кот. Что ж ты лодку-то упустил? Пес поганый. Она ж денег стоит. Я же не вычту. Я рассчитаюсь. Так и есть. Перетерла, мать ее, за ногу. А черти полосатые. امتى آخر مرة شفت المركب؟ كان جرس الكنيسة بيدق من ساعة تقريبا. 2 часа. По этому течению за 2 часа вон ее куда отнесло. Ежели только за корягу где-нибудь не зацепилась. Пошли, мужики, поищем. Прости меня, дяденька. انت قلت حاجة ميسو بلاتونوف؟ لا، كنت بفكر. احمد، خد طريقك من جنب النيل. С вами везде можно, Андрей Макарович. Ну тогда поехали. Вот она, беглянка, я так и знал. Старого волгаря не проведешь. Скажите, пожалуйста, Махмуду, что вы возвращаетесь обратно. Возьмите этого парнишку, пусть берет весла и приезжайте. Ага. А мы с господином Махмудом пока здесь побудем. Хорошо. Мистер Махмуд, мумкин арабей. Мистер Платонов айс эль чапель нуби. Of course, go ahead. Mr. Platonov. Yes?
Do you remember the sandbank accident? The man in the canal and the tunnels? Of course. What did you do when it was all over? When you got home? What did you do? Well, I was alone. My wife and child were at Alex. I think I prayed. And you? Well, I see. I checked. I calculated. Such mistakes should be foreseen. But there were no mistakes then. Yes, no mistakes. No mistakes. That's why I prayed. Это стихия, ошибки быть не могло. Все надо уметь рассчитывать. بنتي عشان بابا عاوز العربية. بتعيطي ليه دلوقتي؟ مش انتي اللي قلتي لي عايزة تشوفي كل حتة في السد العالي؟ كل حتة، بس انت مشيتيني 30 كيلو. اطلع يا زكي اطلع. فيدي يا يحيى بنت الباشمهندس محمود حسين. جراسي يا اخي، ندي المكافأة لحد تاني؟ ايه بس يا يلا يا اخي يلا، اقعد بالدور كله بالدور. اتفضل. يحيى علي منصور. ايه يا نادية، انت لسه ما نمتيش ولا ايه يا حبيبتي؟ زهقانة يا بابا، زهقانة قوي. ايه من هنا؟ من اسوان؟ لا، من الناس اللي حواليا، الشبان والبنات. مش عارفة ليه تافهين قوي، يطهقوا. يا نادية انا في نفس الحالة. العواجيز اللي حواليا يكفروا. هم الزغاليل الصغيرين اللي زيك كده. انما المخلعين اللي حواليا هم دول اللي زهقوا. يبقى احنا متفاهمين. ايه رأيك بقى؟ انت وانا ايدك في ايدي ونلف العالم كله، وانا وانت وبس. يا ريت. ليه لا؟ جرى يا بنتي، قومي نامي. انت هتسرحي بيا ولا ايه؟ احنا مخلفين مجانين؟ يلا يا حبيبتي قومي نامي قومي. انت هتاخد 5 من اللي معايا وانا اشيل ده كله ازاي؟ انا ما اقدرش اشتغل ب3 رجاله. والله انت لوحدك تشتغل ب10. ثم مش انت اللي طلبت اصعب شغلانه هنا؟ والله نسيت. معلش فاتتني دي. خد عفر. تشكر. العفو. اسمع يا يحيى. ايوه. قول لي بصراحه، انت مين؟ عامل. اهو ده بقى مش مرد عام. يعني تفتكر اكون ايه؟ انا بقى اللي هقول لك انت تبقى مين.
انا فكر انك انت واحد من بتوع رئاسه الجمهوريه وعامل نفسك عام، وتلاقيك جاي هنا علشان تعرف احوال الشغل ايه والاشغال ايه والعمال ايه والمصاريف والمرتبات، وتكتب تقرير الرئيس عن جميع الاحوال اللي هنا. والله تشكر يا ريس فهمي على حسن ظنك، بس انا مش مهم قوي كده، انا مجرد عامل بسيط. طب اسمع، ليله الرئيس ما كان هنا انا رحت لك البيت مخصوص، ما لقيتكش موجود. لا يا ريس فهمي. يا خساره، كان عندي حاجه مهمه اقولها لك. لا يا ريس فهمي. مهمه قوي. طب على كل حال بقول لهم ان العمل ماشي هنا بذمه، والمرحله الثانيه هتخلص قبل ميعادها باذن الله. اسمع، اتفضل امضي هنا. يحيى علي منصور، يحيى علي منصور اهو. اسمع البطاقة الشخصية. اتفضل بيها واحدة عند سيادة المدير. اتفضل. لك رصيد عندنا من مدة حوالي 2 سنين من بنك اسكندرية. يعني ما سحبتش قبل كده من الرصيد ولا مرة؟ ليه؟ عشان ما احتجتش الفلوس. تسمح تمضي هنا تاني؟ أنا آسف جدا يا أستاذ يحيى، دي مجرد إجراءات احتياطية بالنسبة لكبار المودعين، ثم من واجبنا التعرف بيهم شخصيا. اتفضل اتفضل. حنا 2 كركديه. سيبك من دول، طلبك وصل. 5 جنيه صلدة. مش كفاية نوم بقى؟ ياه، ده أنا حلمت حتة حلم غريب قوي. عشان تحرمي تنامي في النهار. مفيش تلج في التلاجة، في الحر ده ومفيش تلج. صعب قوي عليك تحط شوية مية في الفريزر. هستلف إزازة من نيكولاي. رايحة فين؟ بص كده لوشك في المراية. أنا مش فاهم بس إيه اللي بيخليكي بتنامي في النهار. عمرك ما فكرت إني ببقى قاعدة لوحدي طول الوقت بنتظر رجوعك بفارغ الصبر علشان نتغدى مع بعض
وابقى جنبك كل ثانية موجود فيها في البيت. وايه الفايدة؟ ما انا برجع ميت من التعب. مش عايز تقدر ان ظروفي اصعب من ظروفك 1000 مرة. دي اول مرة في حياتي اقعد فيها من غير شغل. المهم التلاجة فاضية. هدي نفسك. دلوقتي تلاقي مية في التلاجة والتلج في الفريزر وتبقى تسيحه وتبلعه. انتوا مش رايحين تودعوا العيال اصحابنا؟ Черт, часы стоят. Ребята, который час? 20 минут 6-го. Давайте, я сейчас. Не опаздывай. Ребята, пламенный привет Киасаряну. زوي واقفة كده ليه؟ Почему? Я ведь никого из них не знаю. أنا مش رايحة معاك، ولكن ألك يلح. زوي، أصحابنا مسافرين الاتحاد ولازم نودعهم. Не можем же мы их оставить, надо их проводить. Это у нас нельзя. Зоя, Зойка. Я приеду потом. بعدين أبقى أحصلكم بالتاكسي. إحنا كمان لما نيجي نسافر أصحابنا لازم هيودعونا. ده تقليد يا زويا، لازم. أنت عاوزاهم يقولوا عليا إيه؟ Я буду ждать тебя на вокзале. Не опасно. من الصعب أن أصدق. أهذا هو أليك الذي قابلته في الجامعة منذ عدة سنوات؟ Зоя, вы знаете, вы сегодня очень интересно решили. هذا أيضا هو الأستاذ بلاتنوف الذي تعود أن يحمل لي كثيرا من الود. ربما لم يتغير الرجلان أبدا، ربما كان هما ولكني كنت أرى كلا الرجلين بطريقة مختلفة. وعلى أي حال، فكيف لفتاة أن تقاوم ابتسامة عذبة ترتسم رغم الجراح على شفتي محارب جميل في معركة ستالينجراد؟ Потом дарит цветы, потом стреляется на дуэли. Ну, а русский думает, как бы понезаметнее объясниться в любви. И кто, по-вашему, интереснее? Ну, конечно, украинец. Но, может быть, ты хочешь, чтобы я стал перед тобой на колени, как тот француз? Послушайте, старый солдат, вот уже полчаса, как вы забыли хромать. А, ну если тебе больше нравится, чтобы я хромал, да, пожалуйста, я буду хромать. Ну, спасибо тебе, Зоя. Это очень красиво так поступать с людьми. Что же ты молчишь? Это твой паренек? Ты его любишь? Что же ты молчишь? Что же ты молчишь? Тогда пойдем, пускай он здесь декламирует тебе на здоровье. Мы уже пришли. Это мой дом. Ах так, прощаться в непосредственной близости от противников. Ну что ж. Зоя, у меня есть 2 билета в Большой театр на завтра. Здрасте. О, что он с тобой сделал? Он со мной. Да ты посмотри, что я с ним сделал. Это же зрелище. Пойдем. Пойдем.
Зоя, что произошло? Почему ты с тебя не вещами? устраивать скандала. Все равно ничего не поможет. Я بلاش уезжаю домой. فضايح Союз. مفيش Я فايدة. поеду أنا خلاص راجعة الاتحاد. вторым классом. هرجع في المركب ولو في درجة سياحية علشان ما تكلفش كتير. Если хочешь. Давай. عايزين نسيب بعض واحنا كويسين. Если нет, я пошла в вагон. ولكن يلح قالك ولا مانع من أن يتمسكن، ولكن زويا تظل حازمة في قرارها. Решай сразу и окончательно. Зоя, Решай. я право не знаю, что сказать. Я действительно безумно устаю. Я вхожу с работы, я... Я напишу тебе из Москвы. Зоя, Ну хорошо. Я постараюсь написать из Каира. Напишу все подробно. А сейчас отпусти. لقيتهم كبيرة تجنن في المعمورة. الاثنين قلقين باوزين لي، واحدة عايزة تصيف في راس البر والتانية في مرسى مطروح. يعني مش جاي هعمل إيه؟ اسكندرية؟ خالتي أطلع الفيسة هي اللي نفسي تروح يعني ولا الرباط. إيه بس؟ أنا شخصيا مستريح. طب ما تيجي لوحدك. وجرجر الجيش ده كله ورايا. عاجبني حد شريكي؟ استنى بس هسألك حاجة. تسألني ايه بس من فضلك؟ بتشتغل القطر إيه؟ هيفوتني. عامل ميكانيكي. عامل ميكانيكي ومتجوز؟ متجوز ومخلف. طب متشكر متشكر خلاص. да разве я... Я ведь с ума сойду без тебя, ты слышишь? Я с ума сойду. Опять я. Все я. وتلوم زويا قالك على أنانيته. أنا كله أنا. أنت خايف على نفسك قوي كده ليه؟ Так у тебя ничего не будет. Прощай. До свидания. До встречи в Союзе. Петрович, напиши мне. До свидания. Алик, حتى بلاتانوف لم يتذكر زويا أبدا. Excuse me. Пожалуйста, мон фадлок, повторите то слово. أنا كلمة. Ну то, которое вы там сказали. يا أخي أنا قلت هناك 500 كلمة. سيبني القطر هيفوتني يا أبو سيدك. كانوا мне очень понравилось. أنت عايز إيه؟ أنا بشتغل في السد بقالي 5 سنين، محدش سأل عني. مرة واحدة كله عاوز يعرف تاريخ حياتي. Ты паспорт взяла? Да, взяла. أول كلام بنقوله ولا هنصيف في اسكندرية ولا حاجة. احنا نقدر هنا نسيب برضو عملنا في أسوان ونروح نصيف في اسكندرية. احنا مبسوطين كده. عليك. وفضلت تضرب فيها Здравствуй, Саад. والله ما بعدتي А я к тебе иду. وسبتيه. عندنا. Да, я помню, что ты где-то здесь живешь. والتانية عمالة تبحلق. اطلع اهلا بيك. فهجني ده تقولوا عليه ملاك، ده معجون بميت عفاريت. يا نهار ابيض، ده انتوا زحمه قوي. والنبي يا جماعه تخشوا جوه، في مهندس روس على السلم. يلا بسرعه، يلا يا ماما، يلا يا خالتي، خدوا خريجتي معاكم بسرعه. اديني البنطلون النبي يا ماما. يلا يا خالتي، مش لازم الزحمه دي، زمان على السلم. يلا يا اشرف، خش جوه يا حبيبي. يلا. رايح فين يا اخي؟ ياما خلوه جوه بقى. اهلا وسهلا. اهلا منور. اتفضل. Я только на 1 минуту. Ну, а شوية. اهلا بيك. انا كنت قاعد اقرا. تاخد شاي؟ ما تعملوا لنا شاي يا جماعه ولا عايز نبيت؟ Нет, спасибо, шукран. Ты живешь один, конечно. أنت تعيش لوحدك؟ يعني مش قوي. Одному скучно. Безумно скучно. طبعا. على فكرة في 2 ستات خدوا رابطة في الموقع. Серьезно? في المساحة. Геодезистки. Ну что ж, везет геодезистам. Вот и все, что я могу сказать по этому поводу. أختي كتير. لكن في بروبلم جديد. الرجالة دلوقتي زعلانة ان في واحدة ست هتبقى رئيسة عليهم. Зойка строитель. Жаль, что не геодезистка. А я говорил о ней с Махмудбеем, с Платоновым. Ничего не вышло.
Очень хороший кофе, Саад. Очень хороший. Первый раз такой пью. كوفي يا راجل، ده شاي. Ну что, Алик, уехали, ребята? ستالينغراد، وسط الخرائب والآلام، وسط الدموع والحطام، ظلت الآمال العذبة قادرة على أن تزدهر دائما رغم كل شيء. وهناك كان أليك ابن 19 فحسب يلتقي لأول مرة بالخوف، بالموت، بالحب. Бегом вниз. Там политрукового оторвало. Скорей, корова! Чего стачкуешь, Кузьмин? Команда был огонь! Алик, тебе плохо, что ли? Ох, ночь-то какая! Как перед концом света. Почему как перед концом света? Тихо уж очень, хорошо. Я думаю, что такие ночи будут перед концом света. Чтобы люди могли прочувствовать, чего не уберегли. كان اسمها فييركا، غريبة متبجحة. قالت لي أليك: سألتني سبت جوزي ليه؟ مش كده يا أمور؟ أقول لك، مزاجه، طلباته، طبعه، كل حاجة عنده أنا أنا أنا. مرة قال لي: لما بشوف نفسي في المراية بحس بسعادة. بس الحقيقة كان جميل المجرم ده. Я чувствую себя таким счастливым. Красив был прод собак. Немыслимо. Жалеешь о нем? Ну вот еще дерьмо-то. Я хочу نفسي أتكلم يا أليك. Давай поговорим, а? خلينا نتكلم أحسن. لم تكن قد مضت 24 ساعة على أول لقاء للفتى أليك مع الحرب إلا وقد أصبح رجلا متمرسا في فنون الحب، الخوف والموت.
наверное, больно. Вы встанете, встанете. صباح الخير. صباح النور. ادي الكارت ده لمحمود بيه. اتفضل. اهلا وسهلا سيد يحيى. اهلا وسهلا. محمود حسين، اتفضل. شكر. احنا اتقابلنا قبل كده. ممكن قوي. انا بشتغل في السد في قسم الرئيس فهمي. تشتغل ايه بالظبط؟ عامل. لازم خدمه؟ انا جاي في كلمتين بخصوص بنت حضرتك. يشرفني قوي يا محمود بيه انك تسمح لي اطلب ايدها. يا ابني انا لا عندي اطيان ولا فلوس، كل مكسبي ده من على جبيني. حتى الفيلا دي ملك هيئه السد. مش ده الموضوع. طيب انت شفت بنتي يا سيد يحيى؟ ايوه. حاجه ساعه عليا وللسيد يحيى علي منصور. تولع. سيجاره؟ شكرا قوي. لكن انت منظرك ما يدلش ابدا على انك عامل. الحقيقه بقى انا كاتب صحفي. من 3 سنين اصبت بانهيار عصبي، صداع، عصبيه. كل الادويه ما نفعتش. بعد كده دكتور، الوحيد اللي اقدر اقول انه انقذ حياتي. انسى انك مثقف. من النهارده لا كتاب ولا كتابه. عيش عمل يدوي، يعني تشتغل بايديك ورجليك وجسمك كله. مخك بيصرخ عايز يرتاح وانت بتكتبه بالادويه البنت دي. لكن فضلت السجاير والويسكي دوايا الوحيد. اما المشاكل بقى فيوماتي وللركب. مشاكل؟ ناينو. بعد ما خدت دكتوراه من السوربون رجعت مصر. والدي كان راجل غني وساب لي قرشين كويسين، فقدرت افتح بيهم مجله. ومن هنا ابتدى الصداع الكبير. والمجله دي في القاهره؟ لا، في بلد تقدر تقول عليها حضرتك من اللي تحت الانتداب الانجليزي. لان والدي كان مهندس ري والحكومه المصريه كانت بتعيره، يعني بتسلفه للبلاد دي. كل ده كويس، لكن فين هي المشاكل؟ ما انا جاي لك اهو يا محمود بيه. ساعات كنا بننكش بين السطور وساعات بالمفتوح. في الحالتين تتصادر المجله ويبتدي البوليس يطاردني وابتدي انا ادور على مين من اصحابي يرضى يخبيني. ده طبعا غير الخناق مع شريكي في المجله اللي كان بيغير لونها كل ما بعد شويه. ايه كنت بتسافر كتير؟ وانت صادق كنت بتسجن كتير. فهمت دلوقتي ايه سبب الصداع والعصبيه. افتكر مفيش داعي اسالك عن اتجاهات المجله. طبعا مجرد ما تقوم ثوره في اي بلد الاقي نفسي في السجن. يعني بالتقريب كده شهر بره وشهر جوه. انت نشرت مجموعه كتيبات ضد نظام الحكم وتوزعت في مديريه النيل الازرق. دي اول مره اسمع فيها حاجه عن الكتيبات دي. على كل حال احنا عندنا امر بالتفتيش. امر بتفتيش المكتب والبيت؟ البيت احنا فتشناه خلاص. لقيتوا حاجه؟ يا يحيى دي اوامر واحنا بننفذها. قوي قوي ما قلناش حاجه. اتفضلوا فتشوا. اتفضلوا. لو سمحت تشرف معانا شويه. على فين؟ الحكمداريه ولا الاسم؟ دلوقتي تعرف. اقدر اخد عربيتي معايا؟ ما افتكر هتحتاج لها. حسن. واترميت في الحكمداريه يومين. بعد كده اتشحنا للوكاندا عجيبه فوق الجبل كمصيف تهوس، انما كمعتقل سياسي في الشتاء عدوك. نادية مثقفة ولها آراء عجيبة، إنما أنت عارف اليومين دول السينما والكتب والمجلات، وأبوها كمان مش من المتحف. طب ده كويس، إنما ده برضه بيعقد الأمور. لو قلت لها عاجبني وإن ما عنديش مانع أبدا إن جوز بنتي ما يهموش الشاب ولا السجن، جايز تعمل من باب حرية الرأي لمجرد عدم الرغبة للخضوع لإرادة الوالدين. أنا من رأيي إنك تروح اسكندرية تكلمها بنفسك. هتضايق قوي لو قالت لك لا.
لا يعني لا، دي فكرة بابا دي. يلا يا نادية، كلهم وصلوا مستنيينك. ليه؟ تجرالك ايه؟ ليه؟ عايزة تخوفي ماما ولا ايه؟ أنا مش عايزة طريقة العافية والإحراج دي. طيب أنا هجيبه هنا عشان يشوفك بالشكل ده. لا استني، يشوفني كده أحسن. ايه رايك تيجي نروح نشوف محمد عامل ايه في كومومبو عشان تقابل كل الحمير اللي زيك اللي رضيوا يهاجروا عشان يبنوا حته سد. انا نفسي مش منقول الا اذا نقلوا البيت كله طوبه طوبه زي ما بينقلوا ابو سنبل بالمكان، ينقلوا البيت بتاعنا باللي فوقه واللي تحته بمواشيه ورجالته طوبه طوبه. بلادنا كله ما يجيش طوبه واحده من دول. السلام عليكم. عليكم السلام. فين المهاجرين حطوهم؟ ورا الغيطان ده على طول عند المباني البيضاء البعيده اللي هناك، دي توماس. وبعد توماس ايه؟ في غيطان، وبعد الغيطان بلانه، وبعديها غيطان، وبعدين ابو سنبل. لا دي مش ابو سنبل، ابو سنبل ورا وهيفضل ورا. ازيك يا عم براس؟ طب مالكم فلاحين في اخر الزمن؟ والله فلاحين مالهم؟ الحمد لله احنا عندنا ارض كتير ومبسوطين. ما الحمير كمان مبسوطين. هو في بركه في زراعه المكن؟ والله البركه ما تيجي الا الفلاح لما يديب بايده في الارض ويزرع نخيل تراح له الفرح والبركه. ها هو دي النيل بتاعكم؟ امال زنزانة محمد فين؟ هناك. ايه يا محمد انت هنا مبسوط؟ مبسوط مش مبسوط. شوف يا اخي البيوت عامل ايه، كله شكل واحد زي بتوع الجيش ده. حتى ايد الواحد فيه الكبير وفيه الصغير، لكن كله كويس. ربنا يخلي الريس وثورة الريس ثورتنا يستاهل الواحد يغني له. خد ال3 جنيه اللي عليا. عاملين في بلدنا وفي قال ايه سينما. Николай! Ну как он там работает? براق زي ما بيكتب بالظبط. Когда لما بينقل работает من اليمين للشمال بيشتغل كويس قوي، ولكن من الشمال لليمين بيتلخبط. Мухаммед, подержи-ка. Барак, ты заканчивай тут, я пойду монокопий. Хорошо? وكمان سجاير. دلوقتي فهمت ليه ما انتش فالح في المذاكره. مش فالح ليه يا ابوي؟ هو انا طلعت الاخراني؟ يا ريتك طلعت الاخراني يا اخي، كنت سلمت لحكمه ربنا انه ابتلاني بابن عبيد زيك، لكن تبقى بالشكل ده اهي دي المصيبه. على العموم انا عملت اللي عليا يا ابوي، انا ما قصرتش في المذاكره عشان تزعلي بالشكل ده.
وانا ما سقطتش عشان تقول عليا مش فالح. انا عملت اللي عليا والباقي على الله. على الله سبحان الله. عملت اللي عليك ازاي يا اخي؟ فين المجموع اللي يدخلك الجامعه؟ الجامعه مش ايدك يا ابويا. هو الزمن جرى فيه ايه؟ كنت زمان بدرس في وقت صعب ومع كده خدت البكالوريوس. في ايه؟ خليكي مع الواد، اصل زعلت شويه. ابويا اتعور الحقيقه. يا ابن ابوك قلبه عليه، ما انت شايف عمك ابو راس ده وش البلد بشهاده الجامعه اللي راجع بيها ابنه. معروف كده. العريس ابني واخد 3 شهادات. 3 يا ناس. براك، كان ممكن ابقى سعيد وفخور بيك زي عم سليمان، ما هو فخور بابنه. كان ممكن تبقى عروستك فخوره بيك زي ما اختك ما هي فخوره بابن عم سليمان. Барак! Что ж ты, парень, ничего не сделал? Устал, что ли? يظن نيكولاي أن براق قد تعب من العمل، ولذلك فهو يلومه على إخفائه ذلك. Ты не стесняйся, что устал. Устал, скажи. Если б я знал, я сделал бы все сам, не ходил бы пить молоко. Ничего, мы управимся. Барак, Ихага, заходи. لا. عايز انا؟ Ну так пойдем. انا جاي اقول لك ما كنتش تعبان في الشغل، في الرابطه. чего؟ لما لقيتني قاعد في الشغل ما كنتش تعبان، كنت سرحان شويه. Думал, хорошо, полезно. Факер квайс. А я, старина, уезжаю домой. أنا خلاص شغل هنا. رايح فين؟ В Союз, в Россию. Почему? Почему? Время прошло. 3 года уже. هنا 3 سنة. معلش. زعلان عشان ماشي؟ Честно говоря, да. Жаль. أنا مبسوط كتير هنا. احنا مش هنسيبك تمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجو سيادتكم أن تحتفظوا لنا بالعامل الروسي نيكولاي 3 سنوات أخرى، وألا تغيروه لنا بفا غسيله لطيب ولكن لسانه طويل وبيشتم، ونرجوكم احترام إرادتنا لأننا نبني الاشتراكية معا. ده شوية بالراحة. كل واحد يمضي القسيمة بتاعته للآخر قبل بكرة، لازم نلحقهم قبل ما يصفروه. يلا. جرجس خد امضي. طيب. أنا همضي العريضة بس مش نكتب عريضة زي دي للرئيس نكون فيها عاوزين سكن وعاوزين نجيب النيل جنب البلد والبيت يكون زي المعبد طوبة يكتبوا المد كله مع السكن والمهندسين وعاوزين نخدم نقول تحت من الشمس. النعمة ليها 5000 سنة والقاهرة ليها 1000 سنة بس. يسأل بلاتونوف في الاجتماع المهندسين عن رأيهم، فيقترح أحدهم ويقول نستورد الخامات من الاتحاد السوفيتي. يرفض بلاتونوف.
Спросите, что он хочет. Он ко мне? ايه في ايه؟ جاي هنا ليه؟ انا جايب طلب من زملاء المستر بلاتونوف. Это к вам с письмом. احنا العمال طالبين فين نيكولاي ما يرجعش روسيا. نيكولاي ده راجل طيب بيتكلم عربي وبيعرف يعملنا كويس. بشجعه فاسيلي اللي طول النهار بيزعق ويشتم. Пожалуйста, узнайте, что такое. Ваше предложение? وجاي تعطل اللجنة عشان الكلام الفارغ ده. أعمل فيكوا إيه بقى؟ أعين لكم غفير ببندقية على الباب؟ ولا يعني سكتنا له دخل بحماره؟ اتفضل. بس أرجوك اسمعنا يا باشمهندس، ده احنا كلنا ماضيين على العريضة دي، واحنا الاشتراكية بنبني المجتمع بإرادتنا، بس شوف. تقدر تقول لي ضيعت الأسبوع كله في جمع الإمضاءات دي؟ مخصوم منك 4 أيام. لكن أصل يلا ما ترنيش وشك تاني هنا. Ну что ж, продолжим совещание. А ваше мнение? Доставлять из Союза? Нет. Истосковался я по зиме. По снегу, по морозам. Ну что, узнали то ли подробности? كان عايز ايه الولد؟ اقول لك الحقيقة ما فهمتش كويس، اصل كلامهم صعب. Есть решение, мужики. Будем строить завод. ثم يستقر رأي بلاتونوف على أنه من الأفضل أن يقام مصنعا جديدا في قلب الصحراء. Готовьте проект, дороги, водоснабжение, энергию. В свое время построив плотину, я целый город выстроил. Тоже были сомневающиеся, но я настоял и оказался прав. Ниже плотины, вот на западном берегу. Yes, I see. That boy, why did he ask you? This boy, nothing important. It just made me angry. Do forget this incident, please. It's nothing. There in the desert? Yes, in the desert. Пока, Николай! Уезжаешь, Николай? Давай-ка. Ну, всего тебе хорошего. Спасибо. Наташа? Счастливо, Николай. Барак? Мучака. Я тебя жду, а ты там время уходит. Ну! А, ладно, езжай со своими друзьями, с бараком. Я вас догоню. افهم يا جدع انت، في 36,000 ناس ما بتشتغل هنا، لازم كل واحد ياخد نصيبه. خلاص الاسبوع الجاي تبقى تشتغل تاني.
قلنا الاسبوع الجاي في محصول في جنة، وانا محتاج القرشين يوصلوني لهناك. الله ما تفهموا يا خالد كده. طب روح قول لي الخلق بتوعك يبنوا لك 12 سد تانيين وانت تلاقي شغل مستنيك وكل ما ايه في مزاجكم. انا عاوز عمال منتظمين مش مصنفر رايح جاي. يلا يلا خدوا ولاد عمي. ما انتوا رجعتوا الخبر الروس. الاثنين اخوات؟ لا. وبيعرفوا يعملوا ايه؟ كل حاجه. Спокойно, сэр. التعلم كلنا بنتعلم. طب استنوني شويه. انت يا جدع بتاع جنة. انت يا جدع. تعالى. في توربين وصل اسكندريه يوم 10. خلونا جوه شويه. عايزينه يتحط على صندل ويتشحن في النيل عن طريق ترعه المحموديه. استعد يا سيدي علشان ايه؟ عشان تروح تستلمه بنفسك. ده شرف عظيم ليا يا فندم. عظيم مش عظيم. تعالى هنا معايا لما هنشوف هنعمل ايه. يا ريس فهمي. اوعى سيبني في حالي. ورقه التوربين بتحطها في ايدي وانا لازم اشحنه حالا. وانا لازم اكتب على الموضوع ده للجريده بتاعتي. فهمني امال. ارجوك يا ريس فهمي، انا هشارك في الدنيا كلها. بكمل قوي. عايز تشهرني دلوقتي؟ عن اذنك عن اذنك. ادي كل الاوراق اللي انت طالبها مني يا سيدي الكل. فين يا سيدي ورقة الدمغة؟ دمغة؟ دمغة ايه؟ ناقص هنا ورقة دمغة ب5 ساغ. سيدنا يا فندم انا ما عنديش ورقة دمغة. مفيش دمغة مفيش توربين. حسني احمد اسماعيل. اتفضل ادي 5 ساغ اهي. نعم. شايفني هنا بوسطجي؟ فاتح لكم مكتب بريد. روح اشتري من بره. ورقة دمغة ارجوك يا سيدنا يا فندم التوربين هيتعطل. مين ما يتعطل؟ بلاش اتغدى. ولا تزعل نفسك. دقيقة واحدة وانا اجيب لك 100 طابع في الحلقة. دقيقة واحدة. وبعد كده عمل ايه؟ وبعد كده شقاوة كتير ومغامرات اكتر وحاجات بقى يعني وصل للمعتقل. السجن طبعا كذا مرة، ويا مداء المر من ايد المحتل ياما. ويا ريت يا نادية كان في واحدة جنبه تخفف عنه في المحن. طب افرض انه عايز يرتاح بقى وكل اللي يهمه انه يلاقي بطة بلدي مزغطة علشان يحبسها في البيت تطبخ له ملوخية وتجيب له الشبشب. هو شاف ايام حلوة. فكرك هيهمه ان اللي يتجوزها دي يكون لها رأي هي كمان؟ يا نادية ده راجل موزون، كل اللي طالبه اللي تحبه وتفهمه. وده هيخليه يكمل كفاحه ولا؟ المكافح طول عمره مكافح. لا، كتير من ابطال الفكر اول ما يتعبوا بيستعملوا كل مخهم وعلمهم لنفسهم بس. ده مش كده، بس قولي لي الحق. هي يا نادية تعجبك الشخصية دي؟ طبعا. ده راجل بمعنى الكلمة. ده راجل بحق وحقيقي. دلوقتي تشوفيه. اهلا عبد النبي. اهلا سعادة البيه. اجرني الدنيا منوره. ايه ده؟ هو ده؟ لا، عبد النبي دخل السجن برضه، انما مش عشان السياسه. تهم التهريب استهانم سجن في اليونان. كنا عيال صغيرين وعفاريت. كله على يا سعاده البيه. هناكلكم سمك يفرح القلب. عال هات لنا شويه نبيط ابيض يا عبد النبي. اجيب لي سعادتك عمر الخيام؟ لا، ريتسينا في صحه الروم اللي حبسوه. ايوه جاي. اقعد يا نبي. بصي له المره دي كويس. ما تزعلش يا يحيى، انا حكيت لها كل حاجه عنك. بصي له يا نبي. ازيك يا يحيى؟ اهلا. انا اسفه لتصرفاتي، بس انت كمان كنت مخبي عليا وده يلخبط. ادي السمك اللي مفيش منه. مش هقول في العالم كله لا، الكذب على الله حرام، بس ده احسن سمك في الجمهوريه من اولها لاخرها. شوف بقى،
دي دخلت الشبكه لوحدها كده بتتمخطر لانها عارفه ان دينا عبد النبي هتسويها لاحسن ناس. طب خد لك بقى كاس معانا يا غلباوي. اي والله في صحتكم. والله في احلى من الانبساط والفرفشه. واحنا صغيرين ما يهمناش الشقاوه ولا النوم على البرش ولا بلاط السجن. انما اللي في سننا بقى يلزموا بيت ملاكي وست بيت. بردانه يا ناديه؟ اهو بقى عندك، انا اصلا عندي 3. ادعوا لنا بقى ربنا يقدرنا عليهم ويفوت الليله على خير. Здорово, землячка. Здравствуй. Отбываешь? Да. Носильщик попался такой бестолковый. Чемодан где-то посеял. А я на пароход опоздал. Такая досада, все билеты проданы. Да? Рейс исключительный. Алжир, Марсель, Лондон и, главное, Антверпен. А почему главное Антверпен? Родина Ульшпигеля. Ну ничего, пойдем в Одессу. أدرك نيكولاي منذ اللحظة الأولى أن زويا لم يكن لديها أي نية أو الرغبة في الرحيل، ولذلك فعندما ستقدم له تذكرة سفرها سيقبلها برقة، مقدرا مدى التضحية الكبيرة. Гони 53 фунта. Первый раз в жизни так повезло с женщиной. А ты не шутишь, Зоя? Нет. Что я могу сделать для тебя хорошего? Ладно, беги, завещай. Меня здесь нет. Я твой должник. مع السلامة يا زويا، أبقى أشوفك في الاتحاد. اوعى. الو. ايوه يا سعاده البيه، بيقولوا ان انا نسيت احط ورق الدمغ على الطلب. ما انا قلت لهم كده برضه. كمان معايا هنا واحد بيقول انه صاحبي وعايز يجي معايا على الصندل، لكن انا مانع. حاضر يا سعاده البيه، ربنا يخليك لينا يا سعاده البيه، مع السلامه يا سعاده البيه، مع السلامه. ما لقيتش ورقه دمغه ب5 ساغ، فجبت لك 5 ورقات منهم قرش. لا تنفع، قالوا لي تنفع. نجرب. اتفضل يا سيدي الكل، انا جبت لك 5 ورقات من امات بالشساغ، انما ايه وده كلنك. الله، والزقهم لك فين؟ انت سايب مطرح الدمغه؟ خد الزقهم انت، ولا روح اكتب طلب جديد ودوخ على الامضاءات، بس سيب مطرح للدمغه. بس يا سيدي الافندي يعني. هات يا اخي، هات اهو 4 في الاركان و5 في النص. كان حقنا سافرنا واخري عن كده. ليه؟ ايه الفرق؟ شايفك تعبانه شويه. لا. مش كنتي بتنامي دلوقتي؟ انا شخصيا اتاكدت ان صحتي بقت زي البوم، لاني نمت زي العيل الصغير طول السكه. خدت بالي. بالرغم من همومي. انا ما عنديش هموم. امال ايه اللي خلاكي مصحصح؟ بتفكري في ايه؟ يمكن مش انا الراجل اللي انت عايزاه؟ جايز انا ما انفعكش. انت كل اللي تمنيته وبتمناه، وفي السن ده الواحد مفيش داعي انه يغير مجرى حياته تاني. انت امبارح قلت لي العالم كله ممكن يتفلق. انت العالم كله بالنسبه لي. لا، ما كنتش تقصد المعنى ده. وصلنا مصر كان في معنى تاني، مش كده؟ وليه ما سألتنيش امبارح؟ كنت عايزة أفكر. انت لسه كتكوتة. يمكن.
يا ريتني اتولدت بدري عن كده. بدري عن كده؟ كنت اتمنى قبلك من 5 سنين. كانت ايام صعبة. كانت احلى ايام حياتك وماليش فيها. وقتها كان معايا واحدة بتعتبرني مغفل. ابدا. كانت عايزة تبقى سعيدة بأي شكل زي أنا دلوقتي. ليه؟ وقتها ما كنتش سعيد؟ ما كنتش سعيد وقتها؟ ما كانش عندي نادية. يا ريتني كنت اقدر اقول كده برضه. وانا هروح فين؟ هستنى. سيبنا كمل كلامي. بلاش يا نادي. ليه؟ بلاش احسن. هبط روح ونبي من سيد. دلوقتي هنتعطل لنا ساعة. رئيس فهمي. يحيى سامحني، مش هقدر اساعدك. كنت حاسس. رئيس فهمي. ايوه يا يحيى. شايف اسمك معروف حتى في القاهرة، انا اللي شهرتك. شفت تصويرتي في الجورنال قد كده. مع السلامة نادية. متشكرة يا يحيى، مش هنساك ابدا. تاكس، دقيقة واحدة. مستر بكتب يا طب عشان خاطرك 25. طب بلاش. سامعين؟ انا قليل الادب. مش دي التانية. يقول عليا انا قليل الادب. طب ودي اللي اروح فيه.